السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم. مازلنا مع وصفات واقتراحات شهر رمضان الكريم، واليوم إن شاء الله جيتكم بهذا الطبق بالباذنجان بزاف بنين حوش مختلف ورائع. غير بالنص تاع الدجاج راح توجدوا هذا الطبق اللذيذ. حجم عائلي، على بالي في رمضان كامل نحبوا ننوعوا في الأطباق، وهذا الطبق رائع بلا قليان بلا تعب، يعني توجدوا كلش في وقفة. قبل ما نبداو خلوا لي جيم وكومونتير، واللي ماشي مشتركة في القناة تفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبداو على بركة الله. أول حاجة نوجدوها هي الحشو. في مقلاة حطيت كمية تاع الزيت، ونزيد عليهم حبة بصل صغيرة اللي كنت ربيتها، وثلاثة سنينات تاع توم اللي كنت سكرفشتهم، نحطهم في مقلاة. ونزيد عليهم زوج حبات زرو ديال التانيت اللي كنت ربيتهم. زرودية كي ديروها في الحشو ما راحش تبان كامل، وراح تجي بزاف بنينه، والحشو ديالكم يجيكم زاكي. انا في الوصفات ولا في المملحات ولا في الاطباق المالحه دائما نحب نزيد زروديه، لانها تجي بنينه وتعطي ذوق رائع للحشو ديالنا. نحطهم فوق النار متوسطه الى قليله، ونخليهم حتى يتقلاو بيان كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيد عليهم نص صدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته، ونخلطهم بيان، ونعاود نرجعهم فوق النار حتى يتقلاو ويطيب هذاك الدجاج بهذه الطريقة. بعد ما تقلى الدجاج كيما راكم تشوفوا، نضيف عليه زوج حبات طماطم اللي كنت ربيتهم بهذه الطريقة، ونزيد عليهم التوابل اللي هي ملح، فلفل الكحل، العكري، الحلو، كمية قليلة من القزبر، ملعقة صغيرة طماطم مصبرة. نخلطهم بيان، نعاود نرجع المقلة ديالي فوق نار متوسطة إلى قليلة، نبقى نقلب فيها حتى يمتزجوا كامل هذوك المكونات وتتقلى الطماطم. بالنسبة لكمية الدجاج تبقى حسب الرغبة، كاين يحبوا يديروا كمية قليلة على حسب أفراد العائلة. هنايا بعد ما تقلى الدجاج ديالي مليح مع المكونات والتوابل، نضيف عليه حوالي من ربع كاس حتى نص كاس تاع الماء. نقلبهم بيان ونعاود نرجعهم فوق النار مدة دقيقتين هكذا، ونعاود نطفي على النار. الحشو ديالي يبقى مشمخ، نخليه بجهة. من بعد هنايا الباذنجان ديالي كنت قطعته كما راكم تشوفوا، قطعته ما تقطعوش خشين بزاف وما تقطعوش رقيق بزاف، وغسلته في الماء والملح، نشفته مليح، نشفوه بيان بالبابي سويتو، وحطيته هنايا في السنيوه اللي كنت فرشت لها بابي كويسون. ونبدا ندير كميه تاع الزيت فوق القطع تاع الباذنجان ديالي. هنايا هاد الطريقه مليحه، يعني بلا ما تقليو الباذنجان ديالكم، واللي يحبوا يقليوها في الزيت لكم الاختيار. من بعد ناخذ بانسو ونبدا نمسح داك الزيت كامل على طبقه تاع حبات الباذنجان كما راكم تشوفوا. وهذه الطريقه سهله، يعني ديروهم على ضربه وتحطوهم في الكوشه. من بعد هنايا درت لهم كميه قليله تاع الملح، كما نعرفوا الباذنجان يحب الملح باش ما يجيناش صامت. ونبدا نقلب الجهه الثانيه بنفس الطريقه، نزيد ندير لها كميه تاع الزيت، يعني ديروا كميه مليحه كما شفتوا، باش هكذايا يجينا بنين الباذنجان ديالنا وما يجيناش صامت. بهذه الطريقه نديروا كميه تاع الزيت في كامل الحبات ديالنا، ونمسح بالبانسو، ونزيد ندير رشه تاع الملح. هنايا كنت شعلت الفرن ديالي سخن على 180 درجه. بعد ما ندير رشه تاع الملح، ندخل الباذنجان ديالي يتحمر من الجهتين حتى يطيب، يعني تحسوه بلي الباذنجان ديالكم دبال، وتخلوه بيان الطياب هكذا باش ما يجيكمش يابس كي تكونوا تاكلوا فيه. بعد ما طاب الباذنجان ديالي وجيت البلاطو اللي يدخل الفوق، دهنته بالزيت. انا استعملت دو بلاطو، هاد الكبير والحجم صغير. نبدا نحط فيه قطع تاع الباذنجان ديالي، ونبدا ندير في الحشو من الفوق. فوالا نتوما تقسموا الحشو على حساب حبات الباذنجان اللي راكو حابين ديروها بهذه الطريقه.
يعني في رمضان قطعة واحدة راح تكفي مع الشوربة وشلاضة، يعني قطعة واحدة راح تكون كافية للفرد الواحد. هنايا بعد ما كملت درت لهم كامل الطبقة الأولى تاع الحشو، نزيد الطبقة الثانية تاع الباذنجان. فوالا كيما راه موضح في لا فيديو. والطبق الثاني كنت درت فيه زوج قطع تاع الباذنجان، يعني تحصلت على 6 قطع، يعني 6 أفراد. نزيد هنايا ندير طبقة واحدة أخرى تاع الحشو، يعني الحشو راح يجيكم زاكي ويكفيكم، الله يبارك. فوالا هنايا بعد ما كملت عمرتهم كامل ندير فروماج رابي من الفوق. هاد الطبق تقدروا ترافقوه مع الروز ولا ليسونسيال، لكم الاختيار، تقدروا ترافقوه مع اي حاجه حبيتوها ولا تتناولوه هكذايا، يجي بزاف بنين. نوجدو الآن صلصة الطماطم السريعة. نحتاجو مغرفة كبيرة طماطم مصبرة، نزيد عليها الملح، فلفل كحل وكمية قليلة تاع السكر. السكر نستعملوه باش نتخلصو من الحموضة تاع الطماطم المصبرة. وزدت هنا كمية قليلة تاع الماء، من بعد نزيد كمية واحدة أخرى، نخلطهم بيان حتى تنحل هذيك الطماطم. هاد الصلصة سريعة، يعني اللي عندها صلصة الطماطم تكون واجدة تستعملها. أنا ما كانش عندي واجدة على بها استعملت هاد الطريقة. مام هاد الطريقة راح تجي هايلة. من بعد نبدا نوزع هذيك لاصوص في الطبقين كيما راكم تشوفوا. واللي عندها لاصوص طوماط تفرخها عادي، تكون سائلة. ومن بعد ندخل لي بلاطو ديالي الفرن يكون مسخن من قبل على 180 درجة، نشعلهم من التحت ومن الفوق حتى يزيدوا يطيبوا ويتحمروا ويذوب لو فرماج من الفوق. هذا الطبق الثاني الفرماج تاعي كيفاش داب. من بعد نوريكم الطبق الاول اللي كان تحمر لي بزاف، كنت شعلته بزاف من الفوق لكن جا بنين. نتوما شعلوا له غير شويه قيس ما يذوب لكم هذاك لو فرماج ويتحمر لكم شويه. انا كان تحمر لي بزاف لكن جا بزاف بنين. ننصحكم انكم تجربوا هذا الطبق لانه راح يعجبكم اكيد وتفرحوا العائله ديالكم. ما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم اللي تاعهم الفائده. وتاني تبعتوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الانستغرام هاجر سيلو. وصلنا نهايه الفيديو، نقول لكم تهلاو في روحكم، ربي يحفظكم ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. سلام.